السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة، بس أنا طالع أعقب بس على مباراة الأردن ومنتخب مصر. وطبعا الناس اللي طالعة بتحمل المسؤولية طبعا لكابتن حلمي طولان وأحمد حسن وعصام الحضري. فأنا يا جماعة أقسم بالله، أنا بصراحة يعني مش المنتخب ده، يعني أنا ما تفائلتش بالمنتخب ده. وكتير مننا طبعا ما تفائلش بالمنتخب ده، وعرف ان المنتخب ده قادر يقدم حاجة. لان فعلا انا بشوف ان نسبة كبيرة يتحملها طبعا اتحاد الكورة، يتحمل نتيجة خسارة المنتخب المصري والعك اللي قدمه في بطولة كأس العرب. طبعا النهارده مش جاي طبعا زي ما الناس طلعت في السوشيال ميديا طبعا وعقبت وحملت حلمي طولان والجهاز الفني مدى المسؤولية عن المنتخب، وان المنتخب ازاي يظهر بالكلام ده. فانا يا جماعة بقول ان فعلا الناس دي مظلومة. الناس دي يعني انا مثلا انت راح تشرف بطولة، فانا خلاص بقول لك بالتاني خد القماشة ديتي وفصلها واعمل منها لعيبة. وده غلط طبعا. بحيث مثلا على الجنب التاني مثلا إن الدوري مثلا يبقى شغال، يبقى اللعيبه بتلعب، وانا ممكن اجيب لعيبه مثلا من بيراميدز، او ممكن اجيب لعيبه من البنك، او ممكن اجيب لعيبه من سيراميكا طبعا. فانا بجيب ناس اول مره تلعب مع بعض، واول مره يعني بمعنى اصح يشوفوا بعض. فانا ازاي هوفق بين الناس دي واقول لهم انزل العبوا في بطوله طبعا زي دي؟ ما هو لازم كان الشكل يطلع زي كده، وكان لازم الاداء يبقى بنيل بستين نيله زي كده. انا معاك طبعا ان الجهاز الفني طبعا يتحمل، ولكن ما يتحملش يا جدعان النتيجة كلها. ما يتحملش الاداء الزفت اللي احنا شفناه ده نتيجة يا جماعة ان مفيش ترابط بين اللعيبة اول مرة تلعب مع بعض. فبالتالي عمرهم ما يطلعوا لك حاجة في الملعب كويسة. وحتى انت كمدير فني لما تيجي تبص حتى على التشكيلة اللي بره، عمرك برضو ما هتلاقي، برضو هتلاقي اللي بيلعب في الملعب زي اللي قاعدين بره على الدكة. فدي حاجة بصراحة يعني انا شايف من وجهة نظري ان طبعا اللي يتحمل مسؤولية العك الكروي اللي احنا شفناه ده طبعا في قطر، اللي يتحمل نتيجة الفساد ده طبعا هو اتحاد الكورة. اتحاد الكرة ولجنة المسابقات طبعا ورابطة الأندية وكل المنظومة اللي أنا قلت عليها دي وذكرتها هنا في الفيديو. الناس دي فعلا يا جدعان هي اللي تتحمل النتيجة. ولكن أنت النهاردة لما تيجي مثلا تلوم الكابتن حلمي طولان، طب أنا هو الكابتن، يعني هو معلش خلينا أنا بيني وبينك. أنا لقيت ناس بتديني فرقة وبتقول له خد العب بدي كأس العرب، أنا خلاص أنا بتلعب خدهم وهلعب بيهم، أنا مجبور برضه. انت مجبور فعلا انك انت تلعب بالناس دي. فبالتالي لازم تشوف الاداء اللي زي الزفت ده. فانا بصراحة شايف يا جماعة ان اللي يتحمل النتيجة والمستوى السيء ده فعلا هو اتحاد الكورة. ما تقعدش بقى تقول لي فريق صغير وفريق كبير وفريق، والله هي كلها شبه بعضيها. ولا فيها فريق صغير ولا فيها فريق كبير. هما المنتخبين والله العظيم لا ده بيعرف يلعب كورة ولا التاني بيعرف يلعب كورة، ولا كبير ولا صغير بيعرف يلعبوا كورة. عشان كده هو قال لك الكورة للفقراء، والله العظيم فعلا هي الكورة للفقراء. بدليل ان انت طبعا اخر مباراة المنتخب المصري لعبها المنتخب الكبير مع اوزبكستان، اديك شفت الفريق اتعرى وبقى زي الزفت. لان انا هنا قلت لك ان في منتخب مصر لحد وقتنا الان هو ما قابلش فريق قوي، وما قابلش فريق بيبني هجمة من تحت، وما قابلش فريق بيلعب على الكرة المرتدة وبيلعب على الكرة السريعة، وفريق عنده بدني وعنده. لا هيتعرى يا جدعان، هيتعرى وهيتعرى جامد المنتخب. حضراتكم لو شفتوا يعني المنتخب الكبير لما لعب اخر مباراة مع اوزبكستان اتعرى حرفيا. لما شفنا المهاجم في المنتخب الاوزبكستاني، يعني في ال 18 بسم الله ما شاء الله رقص اللعيبه كلها، ده كان ناقص يرقص الجماهير بره، ورقص بما فيهم الجون. ودي كانت اللعيبه الكبار اللي كانوا المفروض كانوا بيلعبوا. فانا مش عارف انت ريحت الناس دي بناء على ان هم يروحوا يلعبوا كاس الامم الافريقيه. طب حاضر حلو، هفكرك ان في كاس الامم الافريقيه الناس دي هتطلع من دور المجموعات. لان احنا شفنا المنتخب طبعا
على مدار السنوات اللي فاتت دايما في اي بطولة بيشارك فيها دايما بيطلع من دور المجموعات، ما بيوصلش. هو خلاص في دور المجموعات وبيطلع. البطولة العربية دي برضو لما اتلعبت برضو من 4 سنين ولا من 3 سنين، برضو المنتخب برضو ساعتها كان بيلعب برضو بالناس الكبيرة، وخرج برضو من دور المجموعات. تمام. والتالت برضو لما بيخش كأس الأمم الأفريقية بيخرج من دور المجموعات. كأس العالم لما بيروح بيخرج من دور المجموعات. خلاص يا جماعة، هي الناس دي ما فيش كورة، اللعيبة دي ما فيش كورة. خلاص يا جدعان، انتوا هنا بتحطوا ايدكم على حاجة. انتوا هنا لازم تقولوا ان في حاجة غلط، في حاجة غلط، في فساد في اتحاد الكورة، في حاجة غلط. فأرجو تكون الرسالة وصلت وأرجو إن يكون كل اللي حصل ده عشان خاطر إن يعني نقف ونقول لا يا جماعة كده ما فيش كورة كده، في غلط في. يا جماعة انزلوا شوفوا الحواري وشوفوا الشوارع وشوفوا الأحياء الشعبية. أقسم بالله العظيم فيها موهوبين كتيرة، أقسم بالله، بس للأسف الناس دي ما معاش فلوس، أهاليها ما معاش إنها تصرف. فأرجو يا جماعة تكون الرسالة وصلت. ويعني والله العظيم أتمنى من كل قلبي إن فعلا المنظومة دي فعلا تتشال وتيجي منظومة جديدة، منظومة فعلا تكون عايزة تشتغل، منظومة فعلا نحس إن في منتخب. والله العظيم يعني الكرة المصرية عامة كلها مفيش كورة في الكرة المصرية. مفيش كورة في يعني مفيش كورة في الكرة المصرية، ولا منتخب ولا أندية ولا. فأرجو يا جماعة ملف الكرة المصرية في اتحاد الكورة طبعا يتشاف كويس ويتدار كويس. بحيث أنا بصراحة صعب عليا المنتخب كده في بطولة زي كده. حسيت إن إحنا ما بعدين مع احترامي طبعا للأردن وكل جماهير الأردن، يعني مين برضو المنتخب الأردني برضو عشان ما فيش يا جماعة، ما فيش. وأرجو تكون الرسالة وصلت وما كنتش طولت على حضراتكم. و... وإن شاء الله خير، وإن شاء الله خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.